يا صباح الفل عليكم، كل عام وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم. وحشتوني وعارفة إن أنا اتأخرت عنكم شوية، بس كنت حابة إن أنا أشحن كفاية عشان لمّا آجي أنطلق بطاقة جديدة كده أكون جاهزة لها، وأكون عارفة أوصّلها لكم من العمق يا رب إن شاء الله. عاملين إيه في رمضان؟ رمضان ماشي معاكم إزاي بقى، مقضيينه مطبخ وعزومات وخروجات؟ لا والله ياسمين، ما في صلاة كمان وفي قراءة قرآن وفي تراويح، في مذاكرة وفي مدارس. طيب حلو جدًا، وأخبار الشغل إيه؟ عاملين إيه؟ بنروح الشغل كده ومنتظمين وعاملين كل الانطلاقات الجديدة في حياتنا؟ لا والله مأجلين بقى، خلّي ده شوية كده بعد رمضان ونبدأ من أول وجديد الفرهدة بقى والصيام وكده. طيب إحنا عمرنا بصينا لرمضان إن هو كان فجر الرسالة، يعني كان أنسب وقت ربنا سبحانه وتعالى ينزّل فيه القرآن وتبدأ رسالة ونبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عمرنا شُفناه كده؟ إن كان هو أنسب وأنقى ميعاد تبدأ فيه أكتر هداية وأكتر تأثير حصل في الكون كله. شُفناه كده قبل كده؟ لو ناوي تبدأ أي شيء والشيء ده يكون مؤثر في حياتك ويكون فعال ويكون له الأثر الأقوى، ابدأ في رمضان، حط بذوره في رمضان. لو عايز تبدأ تعليم جديد، عايز تبدأ انطلاقة قوية، عايز تبدأ أثر رائع في حياتك، عايز تبدأ شكل جديد من أشكال العلاقات في حياتك، عايز تبدأ شغل جديد، عايز تبدأ خطة جديدة، عايز تاخد تنظيم وتخطيط جديد، ابدأه في رمضان، ما تأجلوش لبعد كده. هو شهر القيام، أنت تقدر طول النهار تكون قائم على شغلك وقايم فيه وعمال تعمل إنتاجك، وطول الليل تقدر تكون قايم لعباداتك. ده ليل ونهار، مش بس ليه وقت معين وطول النهار نبقى نايمين عشان الصيام، لأ، ده شهر الانطلاق وشهر البدايات، فجر السنة. ابدأ دلوقتي البدايات الجديدة في حياتك، الانطلاقات الجديدة في حياتك، الدروس اللي عايز تتعلمها، المشوار اللي عايز تبدأه، حط بذوره في شهر رمضان. واقعد احصر طول العام النتائج المؤثرة جدا والنتائج القوية جدا والانطلاقات اللي مفيش زيها لحد رمضان العام القادم ان شاء الله. متأجلش اي شيء، ما تقولش لا اثناء الصيام بيكون صعب نأجله للعام القادم، لا، ابدأ دلوقتي، استثمر الشهر ده. ان شاء الله الفيديوهات الجاية هنتكلم عن ازاي الحق الاستثمار الاقوى في رمضان واقدر استثمر اللي باقي منه بشكل اكبر وبانتاج اكبر. ورقم على كل خير يا رب ان شاء الله.